قال لي انه هيزورني النهارده من بعد ما شفته في اليوم اللي قررت اخرج فيه مع اصحابي. قررنا ان احنا نقضي اليوم مع بعض، واحنا من عادتنا اننا متعودين نهزر ونضحك كتير. واثناء ما كنا في الخروجه واحد من اصحابي طلع كتاب شكله غريب وقال لنا ان الكتاب ده كتاب تحضير جن، وفضل يهزر ويقرا حاجات بصوت عالي ويتريق عليها. وفي نفس اللحظه دي سمعنا زمجره جايه من ورانا زي ما تكون زمجره كلب. في الاول افتكرته كلب فعلا، بس لما لفينا شفنا راجل كان شكله غريب، كان لابس لبس مبهدل ومليان تراب، دقنه طويله وشعره كمان طويل. والراجل ده ابتدى يشتمنا ويزعق لنا. طبعا ما قدرناش نفهم هو بيعمل كده ليه، واتخضينا منه بصراحه وطلعنا نجري وسيبنا المكان كله. بس في واحد كان متابع الموضوع من اوله وحاول انه يوقفنا، وكمان قال لنا ان الراجل ده دايما بيكون موجود هنا، وهو من الناس الغلابه اللي دايما بتقعد في الشارع، وان احنا كمان ما ناخدش على كلامه. هدينا شويه وعدينا الموضوع وروحت البيت. بس في اليوم ده شفت الراجل لتاني مرة. كنت نايم وفجأة صحيت على نفس صوت الزمجرة، بس المرة دي كان جاي من جوه اوضتي. صحيت بسرعة ورا مخضوض وشفت قدامي نفس الراجل بس شكله مختلف، كان اقصر بكتير جدا عن اول مرة شفته فيها. خفت وطلعت في البيت وانا عمال اصرخ وانده بابا وماما. ولما صحوا ورجعوا معايا الأوضة بعد ما حكيت لهم على كل حاجة ما لقوش اثر للراجل ده خالص. قررت اني ارجع لنومي تاني وقلت يمكن بيتهيألي او اي حاجة، بس في نفس الوقت سمعت صوت وهو بيقول لي هزورك تاني قريب. قمت وانا مخضوض وعمال ابص حواليا وبرضه ما لقيتش اي حاجه. بس بعد 3 ايام شفت نفس الراجل تاني. المره دي بقى شفته عند مكان شغلي وانا داخل الشركه بتاعتي عادي. شفته وهو واقف عند باب الشغل وكان بيبص لي وعمال يضحك ونظراته كانت مرعبه جدا. المشكله اني بقيت اشوفه كتير الفتره الاخيره وما بقيتش بعمل اي حاجه غير اني اول ما بشوفه في مكان بحاول اني اتفاداه واعمل نفسي مش واخد بالي منه.